مجموعة المشاهب كعادتها منذ أكثر من 40 سنة وهي تواكب القضايا الوطنية والعربية، ولا سيما موضوع كأس الصحراء اللي أصبح موضوع ما خصوش يبقى مناسباتي بل يكون يومي ونناقشوه في جميع المحافل. لهذا الغرض خدنا وعد على أنفسنا جولة لا متناهية إلى حين فض هذا النزاع. بدون هذا الحكم الذاتي غادي نبقاو فيه إن شاء الله، نطلبوا الله يكون الحل، وأنه راه لا هوادة ولا رجعة في استكمال الوحدة الترابية، وأن الحل الوحيد والأوحد هو الحكم الذاتي، سيما في عهد مالك فتح الباب على مصراعيه لجميع الطاقات المغربية الشابة ولجميع الفنانين. آن الأوان أن نرتقي بأغنيتنا الملتزمة إلى مناقشة مواضيع وطنية نعيشها، وعلى رأسها موضوع الصحراء. نعم، كان هذا جوابك على الجولة اللي كتقوموا بها الآن. طيب نبغي نعرف يعني التعريف لهذه الجمعية أو فرقة المشاهب عفوا اللي هي غنية على التعريف، يعني شنو الغياب اللي يعني كما كنشوفوا غياب اللي هو غياب طويل في الساحة الفنية، شنو السبب ديال هذا الغياب هذا؟ أولا أنا نصح لك سؤال، ما كاينش غياب. احنا الآن في هذا الموضوع ديال الحكم الذاتي وصلنا قرابة 105 العروض وطنيا و25 دوليا. احنا ما قاعدينش، وسائل الإعلام الله يهديها مشات في هذا المنحى ديال الأغنية الشبابية، والبرامج أصبحت تعتمد على الطرح. احنا راه باقيين صامدين في موقفنا حتى يأتي الفرج إن شاء الله. أما احنا حاضرين بقوة. هذه السنة اللي احنا الآن في شهر تسعود راه احنا قرابة 87 حفلة اللي واخدين. احنا ما قاعدينش وما تنسناوش الناس يعيطوا علينا. احنا تنظموا راسنا، عندنا إدارة عبد الله الضعيف، عندي استراتيجيتي باش خدام انني انا اللي تنقلب على العروض، انا اللي تنظم، انا اللي تنتقى مع. وبالمناسبه في مراكش الشكر موصول الى السيد عمده مدينه مراكش ومن خلاله اعضاء المقاطعات كلهم، وعلى راسهم مقاطعه المناره وكيليز والمدينه. ولاول مره في تاريخ الظاهره وتاريخ الفنان المغربي اننا غنديروا جوله في مراكش اليوم في المسرح الملكي، غدا ان شاء الله في القاعه المغطاه في المحاميد، ونهار السبت غنكونوا في المنتزه ديال اكودال باحمد. اذن هذه بادره ديال القرب ديال، وراه ما لقينا من هاد الاخوان المسؤولين الا الدعم. وتنشكر بزاف المصلحه المسؤوله على الثقافه والرياضه بالنسبه لا بالنسبه للمجلس الجماعي، وتنشكر السي بالخير بزاف هو سي زواق، ولا بالنسبه للمناره السي الرباطي وسي قويصر، ولا بالنسبه للمدينه سي بالنشاط بالنشيط. على ما فهمت يعني من جوابك انه فرقه المشاهب يعني خدامه الان، انما كيبقى الدور ديال الاعلام كيف قلتي. نعم، ونبغي رسالتك اخيره على راديو زوم مراكش بليس للناس اللي كيحبوا فرقه المشاهب، اشنو تقول مباشره على مراكش بليس زوم راديو؟ انا اللي يمكن نقول لكم على انكم انتم في ما مشينا حنا، انكم في كل مكان وزمان تتحملوا العبء، تتحملوا قله الدعم، تتحملوا بزاف. انا احس لانكم احنا وياكم تنتلاقاو في نقطه واحده، هو تبليغ الرساله. انتم تبلغوا الخبر وحنا تنبلغوا القضيه، وحنا مآمنين ومآزرينكم. ولما لا ما تكونش واحد السهره ان شاء الله لهذه القناه كدعم من جميع الفنانين، وشكرا لكم.